تعالى اقول لكم على احلى تتبيله للحمه المشويه. لو اللحمه المشويه مش بتطلع معاكوا جوسي وطعمها كده بيبقى مش حلو، هقول لكم النهارده ازاي تتغلبوا على المشكله دي، وازاي اي قطعيه لحمه تطلع معانا جوسي، واقول لكم كمان على طريقه التسويه. يلا بينا نبدا. اول حاجه هنبدا بيها هي التتبيله. ده عباره عن 2 طماطم و2 بصل ضربهم في محضره الطعام من غير ميه ومن غير اي حاجه خالص. هعديهم على مصفى وبالسباتيولا كده هبدا انزل الميه بتاعتهم. انا عايزه ميه الطماطم وميه البصل كده بعد ما صفيتهم، وبعدين هحط معلقتين صغيرين من الخل وعصير ليمونه كامله. التتبيله دي لنص كيلو من اللحمه. وهحط كمان معلقه صغيره من الصويا صوص، وهحط كمان معلقه كبيره من دبس الرمان. ممكن نستبدل دبس الرمان برشه بسيطه من السكر. وبعدين نقلب التتبيله دي كلها مع بعض، وبعدين نيجي للتوابل. معلقه كبيره كده من الزعتر والروزماري المجففين، ومعلقه كبيره من الكمون، معلقتين صغيرين من الملح، ورشه من الفلفل الاسود. دي بس كل التوابل اللي احنا هنحتاجها. اللحمه مش بتحب التوابل الكتير، وما نستغناش عن الزعتر والروزماري والكمون، بيدي طعم جميل. قطعيه اللحمه طبعا افضل حاجه ان احنا نجيب قطعيه شوي متقطعه رفيع. طب لو مش عندنا ممكن ان احنا نجيب لحمه عادي اللي هي بتتسلق، نسلقها تقريبا 3/4 سوا، وبعدين نقطعها بالسكينه قطع رفيعه ونستخدمها عادي للشوي. بعدين نيجي للتسويه. احسن طريقه من وجهه نظري صينيه فوقيها شبكه، لان الصينيه دي هنحط فيها ميه سخنه كده تكون بتغلي. المية السخنة دي طول مدة التسوية هتحافظ على اللحمة بتاعتنا تكون جوسي وما تنشفش، وفي نفس الوقت تتشوي ويبقى طعمها جميل. ممكن طبعا اللي حابب يشويها على الفحم يقدر يعمل كده، يعني زي ما انتوا حابين. وبعدين حطيت قطع اللحمة بتاعتي بعد ما سبتها في التتبيلة، يعني تقريبا نص ساعة، ولو سيبناها ليلة كاملة يكون افضل. وده شكلها كده بعد ما استوت، يعني الريحة من الفرن بتبقى جميلة جدا، مش بتاخد وقت طويل خالص. لو القطعية قطعية شوي ممكن تاخد معاكوا تلت نص ساعة. وده كده شكلها. اللحمة دايبة وطرية جدا جدا، والتتبيلة احلى حاجة فيها، يعني متستغنوش عن التتبيلة خالص. شايفين كده اللحمة يعني بتدوب كده من بعض. سر بجد المية السخنة بتبقى في الفرن كده اللي هي في الصينية، بتخليها جوسي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا فولو. انجوي.